من اكتر المشاكل اللي كانت بتواجهني يا جماعه ان ريو مش بيرضى ياكل اي نوع من انواع الخضار، والموضوع ده حقيقي كان مسبب لي ازمه كبيره جدا لحد ما لقيت الطريقه دي اللي اعرف ادخله بيها الخضار ومن غير ما يحس كمان. مبدئيا كده يا جماعه في الوصفه دي ممكن تستخدموا اي نوع من انواع الخضار، بطاطس، جزر، كوسه، اي حاجه انتوا عايزين تدخلوها. وطبعا زي ما انتوا شايفين الموضوع مش صعب، انا كل اللي انا بعمله ان انا بجيب صدور فراخ وكمان الخضار اللي انا عايزاه وبضربهم مع بعض مع شويه توابل وبيض وبس كده. وبعد كده بقى يا جماعه انا بعمل الخلطه دي على انها ناجتس وببتدي ان انا اقطعها زي ما انتوا شايفين واحطها طبعا في البقسماط وكده. وتقدروا هنا بقى تعملوا كميه وتشيلوها وتطلعوها وقت ما تحبوا، بجد بتبقى سريعه جدا. وعايزه اقول لكم الكميه اللي انا عملتها دي كلها من نص كيلو بس. وطبعا بقى ممكن نسويها بكذا طريقه، ممكن طبعا نقليها في الزيت زي ما انا عملت، ممكن في الاير فراير، ممكن كمان في الفرن، اي طريقه هتنفع. كده بقى يا جماعه اكون ضحكت عليه، اكلته الحاجه اللي هو بيحبها وفي نفس الوقت دخلت له الخضار اللي لو كان بشكله الطبيعي كان مستحيل. وانا هنا طبعا لازم اجرب اللي انا عملته ده، وبجد يا جماعه